وزي ما قلت لكم كده كل الحاجات اللي انا كنت بعملها دي خلتني اعيد ثانويه عامه مرتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده زي ما انتم شفتوا في العنوان، عيد ثانويه عامه مرتين، وايه الغلطات اللي كنت بعملها خلتني اعيد ثانويه عامه مرتين. مقتبس من حكايه بنوته بعتت لي على الانستجرام، قالت لي ياسمين انا عيد ثانويه عامه مرتين. كنت بقلب في المسجات على الانستجرام وبشوف ايه يعني اللي باعتين وكده، فلقيت البنوته بعتالي انا عيد ثانويه عامه مرتين، هي دي المسج اللي بعتتها، فلفتت نظري قوي. فدخلت كلمتها قلت لها انا معاكي اتكلمي، فلقيتها بتقولي يا ياسمين انا عيد ثانويه عامه مرتين بسبب غلطات كنت بعملها، وبما انك بتنزلي محتوى لطلبه الثانويه العامه او للطلبه عموما، فانا عايزه اقول لك الحاجات دي عشان تقولي لهم ما يعملوهاش، لان الفتره دي فتره مراجعه وفتره امتحانات وكلهم محتاجين نصايح. انا كان نفسي ان انت تنصحيني او حد غيرك ينصحني في الفتره دي، فزي ما انا سمعت منها دلوقتي جايه اقول لكم الحاجات دي فعلا لما سمعت وتخليكم يعني ما تعرفوش تجيبوا مجموعه اصلا. فيلا بينا نبدا الفيديو ونشوف ايه الغلطات دي. وقبل ما نبدا ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، تعملوا شير الفيديو ده يوصل لكل الطلبه. الدال على الخير كفاعله، ابعتوا الفيديو ده لكل الطلبه عشان كل الطلبه تستفاد وكل الطلبه تنجح ان شاء الله. ويلا بينا نبدا الفيديو، وما تعلقوش على وشي ان انا اسمريت، لان انا يا جماعه كنت تعبانه جدا جدا جدا، فدعواكم ليا ان انا وشي ما كانش كده اصلا، انا وشي كان ملتهب التهاب فظيع يعني، الحمد لله. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه كانت قايله لي عليها ان هي بتشتت نفسها. يعني ايه بتشتت نفسها؟ يعني ايه بقى؟ هي كانت بتاخد مع كذا مدرس في كل ماده، مش مدرس واحد، وده طبعا غلط كبير. ليه بقى؟ لان هي بتاخد مع مدرسين، كل مدرس له اسلوبه، كل مدرس ليه طريقه شرحه، ليه طريقه حله، ليه طريقه مذاكرته. بمعنى اصح كل مدرس عارف دماغه غير دماغ التاني. يعني ياسمين غير دماغ ملك اختها، غير دماغ مامتها. كل واحد عنده اوبشن هنا في دماغه بينظم حياته عليه. فهي كانت بتاخد مع مدرسين، فطبعا كانت بتاخد بدل الملزمه 2، بدل المراجعه مراجعتين، بدل الشرح شرحين. ممكن تاخد الدرس من كذا مدرس، فتسمع الشرح مرتين بطريقتين مختلفتين، فبتتشتت، ما بتبقاش عارفه تحل من الملزمه بتاعه المدرس الاولاني ولا الملزمه المدرس التاني، ولا من الكتاب اللي هي جايباه علشان تحل منه. الفكره مش ان انت تحل 10000 الف كتاب علشان ان انت تجيب مجموعه، الفكره ان انت تحل صح. هي كانت بتحل من كذا ملزمه، مفيش وقت اصلا ان هي تعرف اللي هي حلته ده صح ولا غلط، ولا اللي هي عملته ده صح ولا غلط. الفكره ان انت تحل من حاجه واحده او حاجتين بس تبقى بتحل صح او ماشي صح. فاول حاجه لو انتوا بتاخدوا مع كذا مدرس لحد الان، فالفتره دي يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت توقفوا تشوفوا المدرس اللي انتوا بتستفادوا منه وتوقفوا. تاني حاجه فتره المراجعه، هي كانت بتاخد مع مدرسين، فكانت بتنزل فتره مراجعه كتيره. طب يا ياسمين يعني هتعمل ايه؟ ما هي لازم تنزل مراجعه. تمام ما عنديش مشكله، بس انت كده بتضيعي وقت. انت كده الوقت اللي انت محتاجه ان انت تقعدي تذاكري فيه في البيت او ان انت تستفادي بيه، انت بتضيعيه في المراجعات والسناتر والمواصلات والمترو. فده مش صح خالص، ده غلط. مدرس في شارح لك نفس الحاجه، وبعدين المدرس ده ممكن يبقى سابق عن المدرس ده في المراجعات، فانت كده بتشتتي نفسك في حاجتين. فاول حاجه لو انتوا بتاخدوا مع كذا مدرس يا ريت تفصلوا، تبتدوا تظبطوا وقتكم. تاني حاجه النوم. يعني ايه النوم؟ هي كانت اغلب الوقت عندها مراجعات، كان الله في عونها لانها كان عندها بدل مراجعه 2 بدل مدرس مدرسين، فكانت بتبقى اغلب الوقت عندها مراجعات بره، فما كانتش بتعرف تقعد في البيت اولا، ولا تعرف تنام كويس لانها كان بيبقى عندها دروس كتير. فكانت في الايام اللي هي عندها دروس كتير ما كانتش بتنام، والايام الفاضيه اللي هي المفروض اصلا كانت تستغلها ان هي تخلص المتراكم عليها كانت بتنام اليوم كله، ممكن تصحى تذاكر ساعه او ساعتين. فده مش صح. انا ما بقولكيش ذاكري بال 14 و 15 ساعه، بس ظبطي وقتك. نامي النوم الطبيعي بتاع البني ادمين 8 ساعات 6 ساعات على حسب ما جسمك يرتاح، بس تنامي وتصحي تذاكري. ويا ريت تنامي بالليل ما تناميش بالنهار، لان النوم بالليل راحه فايده، لكن النوم بالنهار هيتعبك اكتر، وانت كده بتضيعي. حاجه كانت بتعملها ان هي كانت بتشتت نفسها بالكتب، وان زميلتي دي حلت كتاب مش عارفه ايه فانا هروح اجيبه. مالكيش دعوه باصحابك، خليكي في نفسك، كل واحد يركز في نفسه، كل واحد ليه اسلوب غير التاني، طريقه مذاكره غير التاني، بيعرف يتعامل مع اللي قدامه غير التاني. فاللي انا هقدر افيدك فيه ان انت تعملي لنفسك تو دو ليست، ان انت تذاكري عليها كل يوم. كل يوم تكتبي كده انا مثلا النهارده هذاكر الوحده الاولى، هذاكر الوحده الثانيه، هذاكر الوحده الثالثه، وتقعدي كل ما تخلصي تعملي عليها صح. لو عايزين ابقى انزل لكم فيديوهات استادي ويز مي هبقى انزلها لكم تاني، اكتبوا لي في الكومنتات تحت. تالت حاجه بقى واللي هي اصلا كانت صدمه بالنسبه لي، اللي هو انت ازاي كنت بتعملي كده؟ بتبقى في فتره مراجعه، احنا دلوقتي فتره مراجعات خلاص، اصلا امتحانات الثانويه العامه قربت وامتحانات الطلبه برضو قربت. ففي الصدمه اللي هي كانت بتعملها ان هي الفويسات بتاعه الشرح بتاعه اول السنه وتبتدي تسمعها، في حين ان هي ممكن تبقى سمعتها مره او اتنين. طب بتسمعها تاني ليه؟ تقول لك عشان اراجع شرح المدرس. ممكن لما تيجي تسمعها تلاقي نفسها ان هي ناسيه، فتقول لك ده انا ناسيه، ده انا مش عارفه اعمل ايه.
انا ناسيه كل حاجه. انت ممكن ما تبقيش ناسيه، بس انت ممكن تبقي فاكره طريقه شرح المستر في اول المراجعه. فانا مش عايزاكم تبتدوا تجيبوا فيديوهات الشرح، انا عايزه فيديو الشرح ده تجيبوه في حلقه واحده. ان انت ذاكرت مثلا درس كامل، والدرس ده الحته دي انت مش عارف تفتكرها خالص، سواء من مراجعه سواء من شرح مدرس في المراجعه بتاعتك. خلاص تمام، في الجزئيه دي ابتدي ان انا اجيب فيديو من على اليوتيوب، او اقول المدرس يعيد لي الجزء ده تاني لوحدي، ان انا مش فاهمه، مش مذاكره، مش مراجعه، مش فاكراه. تمام، مفيش مشكله، لكن ما اجيبش فيديوهات الشرح من اول السنه. كل ده هيضرك مش هيفيدك. في النهايه ان انا عايزه اقوله لكم ان انتوا تظبطوا يومكم، تعملوا تو دو ليست، تذاكروا كويس، تناموا كويس. مش عايزاكم تشتتوا نفسكم بكذا مدرس وكذا مراجعه وكذا حاجات كتير وسنتر كتير وكده. وبرضه عايزه اقول لكم ان انتوا لو في مراجعه حاسين ان انتوا مش بتستفادوا منها، تقدروا ان انتوا تاخدوها في البيت اونلاين، او ان انتوا تراجعوها مع نفسكم في البيت، والجزء اللي انتوا مش فاهمينه زي ما قلت لكم تخلوا المدرس يشرحه لكم. مفيهاش حاجه، مش عيب ولا حرام ولا بتضايق حد. فبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. وزي ما قلت لكم لو عايزين فيديو ستادي ويز مي قولوا لي تحت في الكومنتات، هنزله لكم على طول. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد، تعملوا شير للفيديو ده على خير كفاعله، وتعملوا الفيديو ده عشان يوصل لكل الطلبه. وبس كده، توحشوني جدا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي.